انا حاسس برضو ان في حاجه بايظه، فاهم؟ اصل انا مش بصور بقالي مده زمنيه طويله. بص خليني احكي لك اللي حصل. ان الباشا اللاب كان بايظ تمام، وانا من غير اللاب يعني بصراحه ما بعرفش اعمل حاجه. انا بعرف اشتغل على اي برنامج مونتاج، بس هي الفكره ان يعني انا شغلي اكتر مش بعرف اشتغل على التليفون، بعرف اشتغل على الكمبيوتر او اللاب اكتر. وده سمع في دماغي ان احنا ليه مش بنحس بقيمه الحاجه غير لما بنخسرها. الفكره ان العقل البشري بيتعود وبيتجاهل، يعني الشيء ده معايا فخلاص هو بتاعي، هيروح فين؟ خلاص بكره الصبح يعني تمام. هو مش بيبقى متخيل ان ممكن ما يبقاش فيه بكره الصبح اصلا. مش يأس ومش احباط، بس فكره ان الواحد عقلك عاوزك ايه؟ تسوف. خلاص يا ابني بكره يعني تمام. ولو كده بصيت للموضوع هتلاقي الشيطان دايما بيحسسك بالنقص. انا معايا كاميرا بس انا عاوز كاميرا تاني، بجد والله ده حصل معايا. انا عاوز كاميرا تاني، انا عاوز كذا وعاوز كذا وعاوز كذا. انت ممكن يكون عندك حاجات يعني 99% من اللي ممكن تعيشك كويس، بس هو هيوريك ال1% اللي مش معاك بعدسة مكبرة كده. بص يا اسطى، بص اللي مش معاك ده حلو ازاي. الوضع بيبقى وحش. هو مش عاوزك تبقى راضي، لان الشخص الراضي بيبقى عنده ايمان اكتر، بيبقى هو الشخص كويس، فاهم؟ يعني لك ان تتخيل ان انت بتصحى الصبح تقول الحمد لله يا رب انا راضي بكل حاجة معايا، فاهم حاجة؟ في ناس في وقتنا هذا مش راضيين عن شكلهم، مش راضيين عن اهلهم، مش راضيين عن اي حاجه. فكره الرضا ان الشيطان دايما مش عاوزك راضي، دي حاجه مرعبه، فاهم حاجه؟ فهو دايما هيفضل يوريك الحاجه اللي مش معاك. اصل بص انت معاك تليفون يا باشا، لا التليفون اللي لسه نازل النهارده احسن من بتاعك، فاهم؟ وهيفضل يوريك حاجات كتير قوي مش معاك عشان خاطر انت برضو ما تبقاش راضي. خليك عارف ان مدخل الشيطان العدم. الكلام ده انا عشته، فاوعى تصدق ده. اوعى تخلي حتة ان هو يشككك في نفسك، لان انا دايما مقتنع ان ربنا طول ما حطني في حتة وعلقني بالحاجة دي يبقى الحاجة دي انا ليا باب رزق فيها، ايا كان الحاجة دي ايه. لان انا دايما بقول يا رب لو الحاجة دي مش خير ليا، ربنا يفتح لي باب تاني بحيث ان الحاجة دي تتقفل وانهيها من مخي. تخيل احنا لو بينا كده، يا سلام، نرجع كده ثانية باظت خالص. وعاوزك تفهم ان اي حاجة في حياتك هي مجرد ادوات. عادي الحاجة دي راحت هتيجي 1000 غيرها عادي خالص، بس الفكرة ان انت تبقى فاهم ومدرك وعارف قيمة نفسك وعارف قيمة الحاجة اللي بتعمله وبتشتغل وبتتحرك، مش موقف حياتك. حاسس ان انا بتكلم زي البغبغان. فاللي عاوز اقوله لك، اعرف قيمة كل حاجة في حياتك. يعني ما تستناش ان انت تخسر حد من اهلك، ما تستناش ان انت تخسر شغلك، ما تستناش انت تخسر حاجة مهمة في حياتك، ما تستناش، اهم حاجة ما تستناش ان انت تخسر نفسك. فلو انت تعبان روح لدكتور، لو انت حاسس بأي حاجة حاول تعملها قبل فوات الأوان. بس ده مش معناه ان انت تروح تصالح شخص ما أذاك وتقول اصل انا كده بروح اقول لحد بحبك قبل ما الدنيا تنتهي. لا يا اسطى، الحب ده مش بتاعنا. يا نهار ابيض، انا اتكلمت كتير قوي. اما يعني ما يعني ربنا تمام. الحمد لله احنا في نعمه اقسم بالله. واوعى تزعل نفسك، واعمل الحاجه وانت متيقن ان ربنا مش هيسيبك، وفعلا ربنا مش هيسيبك. وبس. حاسس ان انا غيت كتير قوي، فسلام عليكم عشان لسه في حاجات كتير قوي عاوز اعملها. تمام يا اسطى، حبيبي يا اسطى، سلام عليكم.